السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة دائما لما يكون كاين جديد حول الزيادات في منح البطالة، زيادات في الأجور، زيادات في المعاشات المتقاعدين، راح تلقاو الأخبار الحصري والحقيقة كاملة عندي في القناة. لكن راح نبدأ نحط فيديوهات في قناة الجديدة، راح تلقاوها في رابط أول تعليق، راح تثبت تدخلوا وتشتركوا في هذه القناة، لأني راح نبدأ نحط فيها الفيديوهات، وهذه راح نحبس فيها الخبر اللي كنتوا كامل تستناو فيه وتسقسوا فيه في التعليقات. هل من جديد حول منح التقاعد ومعاشات التقاعد؟ لم يكن يعني ما كاش كاين جديد، ما نقدرش نعطيكم معلومات يعني، وما كاش كنت نحط لكم غير لما يكون كاين تذكير بتحيين الملفات في بداية كل شهر فقط. الآن راح كاين جديد، أخبار سارة مفرحة راح تفرحكم. كما على بالكم لا ضرائب جديدة، يعني ما راح يزيدوا في الضرائب هذه السنة وفي سنة 2026. يعني رئيس الجمهورية راح صرح، وكذلك راح تكون كاينة زيادات في الأجور في سنة 2026، وزيادات كذلك في منح البطالة وحتى معاشات التقاعد. المتقاعدين كانوا يقارعوا للزيادات، الآن بداوا يهضروا عليهم، يعني نهضروا على القنوات الرسمية والقنوات الإخبارية الرسمية. الشروق، النهار، الحياة كامل، يعني راهم يهضروا على هذا واحد الجرائد والصحف. راح نبدا نحط لكم الصحف والمقالات اللي تهضر على المتقاعدين والزيادة تاع المتقاعدين في القناة الجديدة، راهي مثبتة في أول تعليق. ادخلوا واشتركوا في القناة وقارعوا للجديد. راح نبدا نحط لكم كامل المقالات اللي انتشرت هذه الأيام خلال هذه الأيام حول منح ومعاشات التقاعد والزيادات المرتقبة، يعني راح تكون قريبا. كما على بالكم رئيس الجمهورية وعد الشعب الجزائري باش يحسن من القدرة الشرائية تاعه. راه هضر على الزيادات وقال بلي راح نكون عند كلمتي ونكمل يعني الزيادات اللي بديتها سابقا، حتى ولو كانت زيادات ضئيلة جدا وقليلة، والشعب يعني بزاف اللي ما كما نقولوا لي رغبها وجاتها قليله بزاف مقارنه بزياده الاسعار في المواد الغذائيه. وكذلك انا شفنا مبادره رئيس الجمهوريه دار تسقيف لبعض المواد الغذائيه مثل القهوه، البطاطا، الموز، التفاح، بزاف امور. حتى اللحوم دار لها تسقيف الاسعار، لكن نلقاو التجار هما اللي يفوتوا هذيك الاسعار، ولكن ما ينضبطوش يعني بالنظام والاوامر. المهم رئيس الجمهورية يوعد الشعب أنه راح يواصل الزيادات وراح يواصل المساعدات ويواصل تسقيف الأسعار في المواد الغذائية اللي تكون أساسية في الأسواق الجزائرية. في الأخير نقول لكم ديروا جيم الفيديو واشتركوا في القناة وبارطاجيو الفيديو على أوسع نطاق.